المهندس خيرت الشاطر عندما استبعدته اللجنة الرئاسية ألم يكن قادرا على أن يشعل مصر نارا؟ والله كان قادرا، ولكن أخلاقه وأخلاق ناسه وأخلاق جماعته لا تقبل هذا أبدا، وترضى بالقضاء حتى وإن كان ظالما. كنا نسأل في الهيئة الشرعية كل الذين رشحوا أنفسهم، نسألهم سؤالا رئيسيا: ماذا تفعل لو اختارت الهيئة الشرعية مرشحا غيرك؟ لو اخترنا واحد غيرك هتعمل ايه؟ اسمعوا الإجابات، وهذه الإجابات مسجلة بالصوت والصورة. أحد 11 مرشحا الذين جلسنا معهم قال: هو أنتم ممكن تختاروا حد غيري؟ حرام عليكم، لا يصلح إلا أنا، مفيش حد ينفع غير أنا. تخيلوا إن في مرشح يقول كده، مرشح آخر يقول: إزاي يا جماعة؟ أنا رئيس مصر ولا رئيس إلا أنا. دكتور محمد مرسي أو أحد المرشحين أيضا بنسأله: هتعمل إيه لو اخترنا واحد غيرك؟ قال: أنا تحت أمركم، تقولوا لي تنازل هتنازل. بعد ما اخترنا واحد غيره فص ملح وداب، قاعد يلف في الجمهورية ومش عارفين نقابله علشان نفكروا بهذه الجملة. دكتور محمد مرسي لما سألناه هذا السؤال قال: والله لا أريدها، والله لا أريدها، وما رشحت نفسي، إنما ورائي جماعة وحزب رشحوني، إن اخترتم أحدا غيري فاذهبوا إلى من رشحني، فإن قال لي اجلس في بيتك فهي أحب إلي وأقبل أيديكم. هذا الرجل اخترناه لأنه لم يطلب الإمارة. معنى ذلك أن الله عز وجل سيعينه على هذا الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جاءته من غير مسألة أعانه الله عليها. هذا السبب الأول. والسبب الثاني أننا كعلماء شريعة نريد أن نطبق شرع الله، نريد أن نحكم بشرع الله، نريد أن تقام فينا الحدود، وأن يقام فينا العدل، وأن يقام فينا الأمن والأمان بشرع الله عز وجل. نريد نهضة لمصر بشرع الله عز وجل. مشروع النهضة هذا لن يتم ولن يقام إلا بتوفيق الله وبرضا الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيدناه لأننا نرى أن الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين هم رجال المرحلة وهم الأقدر على تطبيق شرع الله الآن. جماعة لهم 83 سنة بيقولوا عاوزين نطبق شرع الله. طيب خلونا نديهم الفرصة، تعالوا طبقوا شرع الله، وبيننا وبينكم الزمن والأيام. لو ما طبقتوش شرع الله يا إخوان بيننا وبينكم الله عز وجل، والأيام قادمة، والرئيس 4 سنوات وبعده رئيس آخر. لهذا السبب الثاني أيدنا الدكتور محمد مرسي، لأننا على يقين أنه سيقيم شرع الله. لما جئنا نسأله، وسؤال أيضا سألناه لكل المرشحين: هل ستطبق شرع الله؟ وكيف ستطبق شرع الله؟ فتبسم وقال: أيها العلماء، هذا سؤال غريب وسؤال عجيب. من هم الإخوان بغير شرع الله؟ ومن هو مرسي بغير شرع الله؟ لهذين السببين الرئيسيين أيدنا الدكتور محمد مرسي. علماء الهيئة الشرعية والإعلام
ومن يتكلم من الجهلاء الذين يقولون أن السلفيين في مصر لم يؤيدوا محمد مرسي، أقول لهم كذبتم أيها الكذابون. الهيئة الشرعية هي هيئة سلفية علمية سنية، ليس عندنا حسابات سياسية. عدد علماء الإخوان الذين في الهيئة الشرعية لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. من 120 عالم عدد علماء الإخوان لا يتجاوز أصابع اليد. الأعضاء في الهيئة في مجلس أمناء الهيئة من 18 عالما ليس للإخوان إلا 2 فقط، مهندس خيرت والدكتور عبد الستار فتح الله سعيد. والهيئة تضم ممثلا للجماعة الإسلامية هو الدكتور طارق الزمر، وأيد في الهيئة الدكتور محمد مرسي. والهيئة تضم 2 من علماء الاسكندرية السلفيين، الدكتور سعيد عبد العظيم، وأيد الدكتور محمد مرسي. والعضو الثاني هو الدكتور محمد اسماعيل المقدم، وصوت للدكتور محمد مرسي. وإذا قابلتموه اسألوه واستحلفوه بالله. هذا الشيخ الذي نراه على خير، وهو بالمناسبة أستاذ لي، فأنا متخرج من جامعة الإسكندرية وممن تربيت على أيديهم. أحد أقطاب حزب النور يخرج في الإعلام ويقول لم يصوت أحد من علماء السلف في الهيئة الشرعية للدكتور محمد مرسي. أقول له أنت كاذب، أنت كاذب. فعلماء السلف الذين صوتوا للدكتور محمد مرسي هم الأغلبية. هل الدكتور علي السالوس من علماء السلف أم من علماء الإخوان؟ هل الدكتور طلعت عفيفي؟ هل الدكتور محمد عبد المقصود؟ هل الدكتور سعيد عبد العظيم؟ هل الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشي؟ هل الدكتور محمد يسري إبراهيم رئيس مجلس شورى الدعوة السلفية أيد الدكتور محمد مرسي وصوت للدكتور محمد مرسي؟ هذه الهيئة الشرعية الجبهة السلفية أيدت الدكتور محمد مرسي، وهي أكبر كيان سلفي شارك في الثورة المصرية. أعلنت الجبهة السلفية تأييدها للدكتور محمد مرسي. حزب الأصالة السلفي أيد الدكتور محمد مرسي. حزب الفضيلة السلفي أيد الدكتور محمد مرسي. الرابطة العلمية السلفية أيدت الدكتور محمد مرسي. سلفية القاهرة بأسرها أيدت الدكتور محمد مرسي. نحزن لأن البعض يتكلم بما لا يعلم. الشيوخ كثر الذين أيدوا الدكتور محمد مرسي. وخليني أقول لكم حاجة، وأنا شيخ ويجوز لي أن أتكلم عن المشايخ. الشيوخ كانوا في الثورة 4 أقسام. قسم أيد الثورة وخرج في الثورة من أول يوم وهم قلة، وقسم عاد الثورة واعتبرها إجرام وقال هؤلاء خوارج وقال هؤلاء معتزلة، بل منهم من كفر الدكتور عبد المقصود وصفوة حجازي لأنهم خرجوا في الثورة. هذا القسم الثاني. وقسم ثالث سكت. القسم الذي سبنا وعاد الثورة كان يقول لأن هذا خروج على الحاكم. أي حاكم؟ هذا خروج على حسني مبارك. نعم، هو ولي نعمهم، لأنه كان يتركهم
يدعون كيفما يشاء ويسيرون في الشوارع ولم يذق أحد منهم طعم السجن ولا التعذيب ولا الظلم. لم تجلد ولم تسبى أموالهم، ولذلك كانوا يحبون حسني مبارك وما زالوا يحبون حسني مبارك. وقسم ثالث سكت تماما لم يتكلم. والقسم الرابع مسك العطايا من النص، ودول شيوخ كبار جدا كبار، ولكنهم دايما يحبوا يبقوا مع الكسبانة. الكفة لما تميل يمين يميلوا معاها، تميل شمال يميلوا معاها. فضل هؤلاء هذا القسم يقول يا جماعة كفاية بقى وارجعوا البيوت وما فيش داعي، والراجل خلاص مش هيترشح وبلاش والحكاية والرواية. وبعد موقعة الجمل لما لقى الكفة مالت ناحية الثوار ووجد أن الشباب والثورة ستنجح إن شاء الله، أصبح من أكبر الثوار. صباح الخير يا مولانا، الحمد لله على السلامة يا مولانا. هؤلاء هم الشيوخ في الثورة، ولولا تقوى الله عز وجل لسميت كل اسم بمن فيه، كل قسم بالشيوخ اللي فيه. أيضا في هذه المرحلة الفارقة واللحظة الحاسمة التي سيحاسبنا الله عز وجل فيها، نجد أيضا الشيوخ انقسموا إلى هذه الأقسام الأربعة. قسم أيد الدكتور مرسي، وقسم أيد غيره، وقسم سكت، وقسم لسه بيشاور عقله، بيشاور. النهاردة أحدهم كان بيكلمني في التليفون بيقول لي يا دكتور صفوت احنا بس خايفين للإخوان يقفلوا الجوامع بتاعتنا زي ما قال الدكتور عبد المقصود. والله هذا حدث، يقفلوا الجوامع بتاعتنا. قلت له يا مولانا ده الجوامع بتاعتكم ما اتقفلتش في عهد حسني مبارك، هتتقفل في عهد الإخوان؟ قال لي أيوة، الإخوان أشد علينا من حسني مبارك. أنا قفلت التليفون في وشه، ولو قابلني في الطريق فلن أسلم عليه. هؤلاء الشيوخ الذين يحاربوننا ويأبون أن يطبق شرع الله، لماذا؟ جاءتهم أوامر، وأحد أعضاء البرلمان ويشهد على ذلك الدكتور عبد المقصود، يقول يا جماعة احنا في مطبخ صناعة القرار. مطبخ ايه يا عم الشيخ؟ ده انت من كام يوم كان اقصى حاجة عندك ان انت تغسل ميت، بقيت النهاردة سياسي وتقول لي في المطبخ. يقول الرئيس، في ناس هم اللي بيقرروا مين الرئيس، ورئيس مصر اتقرر، فما فيش داعي نتعب نفسنا. واخدين اوامر، واخدين تعليمات بمن هو رئيس مصر. اعداء الثورة ايها الاحباب لا يريدون لشرع الله ان يقام. الشيخ محمد عبد المقصود من كام يوم بكلمه في التليفون بعد جلسة مع عديد من المشايخ، فأقول إعلام، بقول له يا مولانا تكالبت الدنيا علينا وأصبحوا يرموننا بقوس واحد. فقال لي يا دكتور رئيس مصر
مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن تخلق الدنيا. وما نحن إلا أسباب، وما نحن إلا أسباب. نعم، ما نحن إلا أسباب. هذا كلامي بصفتي عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية. أؤيد الدكتور محمد مرسي بصفتي الشخصية صفوة حجازي الذي كان في ميدان التحرير من أول يوم. أؤيد الدكتور محمد مرسي تأييدا ثوريا لنستكمل ثورتنا، لنستكمل هذه الثورة. وأذكر أني قبل انتخابات البرلمان كنت أخطب هنا في الورديان، لكن لا أذكر في أنهي مسجد. هنا مسجد أبو عمر. وقلت لكم أيها الأحباب ستكتمل ثورتنا وسيكون عندنا برلمان منتخب من الشعب وسيفوز الإسلاميون بالأغلبية. وقتها ما كان أحد يصدق، وحدث. وستكتمل الثورة ويكون عندنا دستور نرضاه جميعا ويرضي الله عز وجل أولا. وستكتمل ثورتنا ويكون عندنا رئيس للجمهورية منتخبا من بيننا، وإن شاء الله هيكون محمد مرسي. وبعد 4 سنين، بعد 4 سنين إن شاء الله أظن إن الدكتور محمد مرسي مش هيترشح تاني عشان يبقى عندنا رئيس سابق ويبقى عندنا رئيس حالي. إن شاء الله. قلت لكم إن لما يبقى عندنا رئيس سابق نقدر نقعد في بيوتنا والثورة تهدى. لكن إحنا دلوقتي عندنا رئيس إيه؟ سوابق، رئيس سوابق. وأقول أيها الأحباب الذين يخشون تزوير الانتخابات، لن تزور الانتخابات الرئاسية، ستكون انتخابات حرة نزيهة، واليد التي تمتد على الصندوق لتزوره سنقطعها بإذن الله. القذافي يا مشير. احنا عندنا رجالة، وانا اظن ان انتوا في الورديان وكل اسكندرية مش هتحتاجوا ان احنا نبعت لكم رجالة من مجلس امناء الثورة. عاوزين من عندكم يقولنا رجالة اسكندرية لن تسمح بتزوير الانتخابات. مهندس خيرت بيقول ان في اشاعات ان اي واحد سني هيهوب ناحية الانتخابات هيتذبح. بقول وهذه فتوى، اي بلطجي هيهوب ناحية الانتخابات هو مهدر الدم، ودمه ارخص من دم الدجاجة. هذه فتوى. اللي يشوف منكم بلطجي عند لجنة الانتخابات دمه كدم الفرخة تماما. احمد شفيق بيقول لما ابقى رئيس جمهورية سأعيد الامن خلال 24 ساعة. نعم، اعلم انه سيعيد الامن لانه هيلم كلابه اللي طلقها علينا. الشعب المصري سيخرج ليستكمل هذه الثورة. اللي بيشتموا في الإخوان، من يسمي نفسهم ثوار، اللي بيقولوا احنا ثوار وبيشتموا في الإخوان، لا يمتون للثورة بصلة. الثوار شرفاء، الثوار لا يسبون أحد، الثوار لا يخونون أحد، الثوار لا يبيعون أحد. الثوار هم الشرفاء الذين يحملون الجميل والفضل للجميع. عارفين الإعلام ومن يسب في الإخوان بيشتموا الإخوان ليه؟
لأنهم لا يستطيعوا أن يسبوا في الإسلام، ما يقدروش يشتموا الإسلام، ما يقدروش يقولوا الإسلام وحش، يقوموا يشتموا مين؟ الذين يدعون إلى الإسلام، يشتموا اللي عاوزين